زي ما اتكلمنا دلوقتي عن بقى الآخرة ورحلة الحج، تعالوا نرجع للدنيا. وهي فعلا دنيا لما تقارنها بأمور الآخرة، لكن مأمورين إن احنا نشتغل في الدنيا وناخد بأسباب الدنيا. بس أهم حاجة الدنيا ما تبقاش في قلبك. دلوقتي هنتكلم عن الفلوس اللي هي حلم كل الشباب، اللي منهم بيشتغل شغلانة 2 3 أو بيفكر يسافر أو يفتح مشروع، كل ده علشان يزود دخله. لكن هنا لازم نقف وقفة قبل ما دخلك يزيد. لازم يبقى عندك حاجة اسمها ذكاء مالي، يعني لازم تعرف ازاي تدير مالياتك. علشان كده معانا الأستاذ علاء عبد العاطي، خبير التدريب وريادة الأعمال. أهلا وسهلا بيك. اهلا استاذ دعاء، ازي أهلا حضرتك؟ وسهلا. اهلا لسه بحضرتك كنت فندم. بتكلم مع حضرتك بسألك يعني ايه ذكاء مالي، يعني عايزين برضو نشرحه كده للمشاهدين. طبعا انا في البدايه بشكر حضرتك وبشكر البرنامج على الدعوه الكريمه دي. أهلا وانا وسهلا. طبعا ليا كل الشرف طبعا وسعيد جدا ان انا اكون مع حضرتك يعني. أهلا، نورتنا. الله يبارك في حضرتك، الله يخليك. بصي، لو قسموا كل اموال العالم امم. بالتساوي ما بين الفقراء والاغنياء، ما بين كل الناس، بعد فتره من الزمن الاغنياء هيرجعوا اغنياء والفقراء هيرجعوا فقراء. ليه بقى؟ لانها عقليه، دي عقليه. آه. صح ولا لا؟ عقليه. صح. عقليه الذكاء المالي اللي احنا هنتكلم عنه. مم. لو حضرتك سيدنا عثمان بن عفان او سيدنا عبد الرحمن بن عوف، مم. لما طبعا فقد ماله كله ساعه الهجره مم. بالكامل، وراح في مكان لا يعرف فيه اي حد ولا اي حاجه، صح. والرسول صلى الله عليه وسلم اخى ما بين الانصار والمهاجرين. والمهاجرين. وطبعا كان في الصحابي الجليل اللي عرض عليه نصف ماله اه. لكنه رفض، مم. وقال له ايه؟ قال له دلاني وديني على السوق، السوق. يعني وديني شوفي قد السوق. ايه هو فقد كل حاجه، الا انه ما فقدش عقليته، ما فقدش عقليه الذكاء المالي اللي هو متاكد ان هو يقدر يجيب يبدا من فلوس. الصفر ويبدا تاني ويستعيد امواله مره اخرى. فهي دي الفكره، هي عقليه. لو جينا اتكلمنا عن الذكاء المالي، فكره ان انا اقدر ادير اموالي باحترافيه مم. او ادير اموالي بفاعليه. يعني باختصار، الذكاء المالي ازاي اقدر اكسب فلوس، وازاي اقدر احافظ على الفلوس، وازاي اقدر انمي الفلوس. دايما الفقراء بيفكروا ازاي يصرفوا الفلوس. تمام؟ يعني لو اي واحد فقير نزلت عليه ثروه هيفضل فقير، بس هو مم. يعني بشكل مؤقت بقى معاه شويه شوية فلوس فلوس. هيضيعها. مم. انما الغني حتى لو فقد فلوسه بالكامل، بعد قليل او بعد يعني شويه من الزمن هيقدر يستعيد الفلوس بتاعته تاني، لان هو برضو ما فقدش العقليه بتاعته. فهي دي فكره ايه، الذكاء المالي او فكره الذكاء المالي. الفقراء، حضرتك كنت بتقولي الفقراء لا يمتلكوا عقليه الذكاء المالي، وعندهم مشكله في الناحيه دي، فعلشان كده بيفضلوا فقراء. ودايما احنا بنقول لو انت اتولدت فقير فده مش ذنبك بكل اه. تاكيد، انما لو فضلت فقير فهو ده ذنبك. اه. ده ذنبك. طيب، ليه بقى؟ يعني ايه علامات الشخص اللي ما عندوش الذكاء المالي ده؟ علامات الشخص اللي ما عندوش الذكاء المالي، اول حاجه دايما بيعتمد على مصدر دخل واحد. اه. بس هو مصدر دخل واحد، مفيش تاني. يا سلام بقى لو كان مصدر دخل ده الوظيفه، طبعا كارثه كبيره. حضرتك احنا في التضخم اللي احنا فيه ده دلوقتي، زي ما حضرتك وزي ما كل الناس شايفه، الطبقه الوسطى تاكلت وفقدت كل مكتسباتها. ليه؟ الاسعار زادت بشكل فظيع جدا، وهم يمكن المرتبات بتاعتهم او الدخول بتاعتهم زادت بنسبه بسيطه جدا، لان هو بيعتمد على مصدر واحد للدخل، تحديدا الوظيفه. روبرت كيوساكي في كتاب رباعيه التدفق النقدي قسم العالم من حيث الحصول على الدخل الى 4 اقسام. قسمين منهم قال ان هو بيحصل على المال عن طريق حاجه اسمها اكتيف انكم. اولهم الموظفين، اللي هو لازم يكون موجود في مكان العمل عشان يكسب المال. 90% من او 95% من الموظفين بينتهي بيهم الحال في الوظيفه ما بين مفلسين او معدمين او مديونين. صح ولا لا؟ هي دي الفكره. الشكل الثاني بقى يمكن هنقوله واحنا شغالين اثناء الحلقه. يبقى اول حاجه احنا بنتكلم عن ان هو بيعتمد على مصدر دخل واحد، وغالبا ما بيكون مصدر الدخل ده هو الوظيفه. وطبعا طول ما انا بعتمد على وظيفه، مستحيل في يوم من الايام، مستحيل اوصل لاحلامي. ابص، بعض الناس لما بنيجي نعمل لهم استشارات او حاجه يقعد يتكلم عن طموحاته واحلامه. طب انت في النهايه بتشتغل ايه؟ انا موظف. طبعا هل انت هينفع استنى الطياره في موقف الاتوبيس؟ لا طبعا. اكيد لا. يعني ازاي هتحقق الاحلام دي؟ فهو مسار، هو ماشي في مسار سيء، مسار مش مظبوط. هو يعني هي دي الفكره. تاني حاجه واحنا بنتكلم عن صفاتهم، ان هم لا يدخرون، بالعكس ده هو بينفق اكتر ما بيكسب. صح ولا لا؟ صح. ودايما بيتعجل قطف الثمار.
انا معايا ال 5000 جنيه هبدا ادور على الموبايل اللي ب 7000 جنيه. معايا مسكت ال 100000 جنيه هبدا ادور على العربيه اللي هدفع فيها واكمل واستلف واقساط وبتاع. يبقى هو دايما هي عقليه دايما بتدور في الفلك ده. الانفاق، مفيش ادخار. احنا دايما بنقول لو انا عايز امشي صح يبقى انا ابدا بالادخار، يعني اشوف دخلي ايه وابدا بالادخار وانفق ما يتبقى بعد الادخار. انما الفقراء دايما، انا اسف طبعا كلمه الفقراء مش مقصود بيها الفقراء، المقصود بيها اصحاب عقليه الفقر. ايوه. الفقراء دايما بيفكروا بشكل عكسي، يقول لك انا هصرف وبعدين ادخر ما يتبقى، وفي واقع الامر لا يتبقى اي شيء. ده طبعا ده طبيعي طبعا يعني وبديهي. طبيعي بالظبط. طيب لو حد بقى عايز ان هو يبدا يعمل ايه يعني في الظروف زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي اللي احنا فيها وعايز فلوس زياده، صحيح. يعمل ايه؟ اول حاجه لازم يطور نفسه، لازم يطور نفسه بشكل كبير. لن ينمو دخلك الا بنمو ذاتك، بالذات في العصر اللي احنا فيه ده، عصر المنافسه الشرسه. احنا دلوقتي بقينا في عصر العالم كله بقى قد كده، قريه واحده والناس كلها، صح ولا لا؟ بقى المنافسه غير طبيعيه. احنا زمان كانت الناس اللي هي في الاقاليم او في الارياف صعب عليه جدا انه يلاقي شغل، صح ولا لا؟ كان لازم ينزل القاهره. كنا زمان في الاعلانات نقول ايه، مطلوب محد من سكان المنطقه الفلانيه. دلوقتي خلاص الناس في العالم كله بتنافس بعضها. حضرتك مثلا استاذه دعاء من اكتر من 15 سنه واكتر، ما شاء الله عليك، كنت ما زلت طبعا يعني ايقونه في الاعلام رائده في المنطقه دي بلا شك يعني. انا بقى لي 30 سنه. طب يعني انا مش عايز بس اكبرك، فانا اكتفيت بال 15 سنه. انا اذكر من حوالي 15 سنه كان عندنا مؤتمر مع دكتور ابراهيم فقي، وكنا عايزين ندعو حضرتك للعلم، ودعينا زميله لحضرتك، وكان صعب المنال بالنسبه لنا يعني. فحضرتك ما شاء الله يعني لازم نديكي قدرك يعني طبعا بلا شك. فايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ منافسه شرسه، مش بقول منافسه، كمان منافسه لقنوات او اليات تانية. النهارده الريلز اللي هو دقيقه ونص على التيك توك بقى بالنسبه للاجيال اللي طالعه طبعا افضل بكتير من هو يقعد يتفرج على فيديو ربع طبعا. ساعه ونص ساعه عشان يستخلص منه المعلومه، صح ولا لا؟ فبقى في فعلا منافسه فظيعه. الانسان لو ما كانش بيواكب وبيتطور بشكل خلاص هيقع. ديف مايرن في كتاب سبيد ليرنينج او التعلم السريع، هو الراجل قال ان الانسان السابق من 30 سنه مثلا ولا حاجه كان يا دوبك بيتخرج من الجامعه سن حوالي من 20 ل 25 سنه، بيشتغل وظيفه واحده، وغالبا ما كان بيضمن بعد التخرج انه يلاقي وظيفه لحد المعاش، وبعد المعاش خلاص بيكمل حياته بالمعاش التقاعدي. النهارده الانسان الحالي بقى يشتغل من 4 ل 5 وظائف في المتوسط. السلاح او الاداه اللي ممكن ينتقل بيها من وظيفه للتانيه هو في التطوير الذاتي. فانا النهارده لازم اطور نفسي بشكل كبير جدا، لازم اطور نفسي عشان اقدر انافس. من 4 5 سنين كنا بنتكلم عن التحول الرقمي، انا تقريبا في لقاءات واتكلم كتير عن التحول. النهارده حتى وانا بتكلم عن التحول الرقمي الموضوع بقى قديم. النهارده بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده بقى بالظبط دلوقتي هو يعني موجود، وفي برامج وابلكيشنز جديده عماله تنزل. انا استفيد منه ازاي علشان يبقى عندي ذكاء مالي او يبقى عندي فلوس من خلاله؟ ده اصلا الناس خايفه منه ان هو بعد كده هيقعد الناس في البيت. هو بدأ يقعد الناس في البيت. أيوة. احنا كنا لسه بنتكلم عن كتاب التعلم السريع من شويه، وقلنا ان الانسان اللي هو بقى دلوقتي بيشتغل 4 5 شغلانات، الراجل نفسه في الكتاب قال لك ان الانسان المعاصر لازم يقضي من 15 ل 17% من وقته في التعلم والتطوير المستمر، والا ممكن ما يلاقيش لنفسه مكان. هو طبعا الكلام كان قاسي شويه لما قال لك ما يلاقيش ياكل اصلا، يعني طبعا كلام قاسي جدا، بس في الوقت نفسه وانا بنقول الكلام القاسي ده في بارقه امل. هو برضو قال ان احنا اصبحنا في عصر المعرفه ملهاش سقف، وكسب المال ملوش سقف، والمعرفه بقت مرتبطه او كسب المال بقى مرتبط ارتباط وثيق بالمعرفه. يعني كل ما هعرف وكل ما هتعلم هقدر اكسب فلوس. انا احيانا في بعض المحاضرات بعض الناس لما بحس ان هم متشائمين تماما وبالشكل ده بعمل تحدي مع بعض الناس، اقول له انا بتحداك ان انت بساعه واحده تعلم لمده اسبوع. تخيل حضرتك ساعه واحده لمده اسبوع، يعني اجمالي كام ساعه؟ 7 ساعات تقدر تزود دخلك $1000، يعني 50,000 جنيه ب7 ساعات تعلم. طبعا بعض الناس بتتحدى وتقول لك احنا قبلنا التحدي ويلا وانا اللي بكسب في النهايه. ويتعلم 7 ساعات فقط. ليه؟ لان احنا في عصر الذكاء الاصطناعي. حاجات كتيرة وممكن نتكلم عنها واحنا بنقول دلوقتي. الذكاء الاصطناعي باختصار هو تكنولوجيا. فكرة ان انا البرامج والتطبيقات
تقوم بنفس الاعمال وتتعلم بدالي. يعني معنى كده ان انا كشخص اقدر استنسخ مني مجموعه من النسخ بتفكر افضل، صح ولا لا؟ او بتأدي افضل حاجات كتير. انا كراجل شغال في مجال التعليم وصناعه المحتوى، النهارده بقيت اقدر يكون عندي قنوات على اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى واقدر انتج انتاج غزير باستخدام الذكاء الاصطناعي، لان هو بيساعدني بشكل كبير جدا على صناعه المحتوى. ماشي، يعني هو دلوقتي بعد ما الواحد يتعلم الذكاء الاصطناعي ازاي يقدر يكسب منه؟ مثلا حلو. واحد بيعمل فيديو اهو، زي ما حضرتك بتقول صح. بلوجر، بالظبط. هيستفيد منه ازاي؟ هو انا بس مبدئيا انا بقول انا مش محتاج ان انا في البدايه اتعلم الذكاء الاصطناعي، لان انا مش محتاج اكون مطور ولا مبرمج عشان اقدر استخدم تطبيقاته. صح انا ولا لا؟ استعمله بقى. ان انا استعمله، بس استعمله ازاي بشكل مظبوط وبشكل يفيدني، صحيح. بدل ما الناس عماله تكلمه وتهزر وخلاص وما بيستفيدوش منه حاجه، بيضيعوا وقتهم. انا برضو بكلمه وبهزر بس بكسب من خلاله. ايوه حلو جدا. انا بقول لحضرتك انا صانع محتوى مثلا، اقدر من خلاله هيساعدني في انتاج محتوى غزير. اقدر كمان هو نفسه يعني استخدمه بشكل اكثر عمقا واطلع منه محتوى عميق. ده هو عارف انا مين للعلم. أيوة يعني وانا جاي له النهارده انا سالته، انا رايح اقابل الاستاذه دعاء عامر في برنامج، ايه الموضوعات انا كفلان الفلاني كمان. يعني هو عارف انا مين وصفاتي ايه، انا كفلان الفلاني ممكن اتكلم عن ايه، في ايه اتكلم في ايه. فهو بيفكر بدالي وبينفذ بدالي. انا ممكن اكون قاعد مع حضرتك وقنوات السوشيال ميديا بتاعتي في ناس بترد على الرسائل وبترد على الكومنتات. الناس دول مش بني ادمين، ده بوت هو اللي بيرد. بيرد على الرسائل وبيرد على الكومنتات بناء على معلومات سابقه انا غذيته بيها او اديتها له في المصانع حتى والعمليات الجراحيه وكل الكلام ده. فانا النهارده كصانع محتوى اقدر اعمل محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي. اقدر احلل، هو يقدر يحلل لي، احلل المنافسين واحلل شغلي انا نفسي. صح. وهكذا باستخدام الذكاء الاصطناعي اقدر اعمل تصميمات. النهارده بقى فيه تولز وفي حاجات كتيره. يمكن انا عندي على قنوات السوشيال ميديا بتاعتي بشكل مستمر بتكلم عن ادوات في مجال الذكاء الاصطناعي تقدر تساعدني في موضوع التصميم. النهارده انا بقدر اعمل باوربوينت مثلا، كان زمان من فتره وجيزه من 5 6 سنوات عشان اعمل باوربوينت، اعمل برزنتيشن لموضوع يحتاج مني وقت كبير طبعا في الاعداد واجمع معلومات واجمع، صح ولا لا، مراجع، وعشان ابدا اعمل الباوربوينت نفسه واحط العنوان واقعد افكر حاجات من هذا القبيل. النهارده اقدر اعمل اكبر برزنتيشن اكبر مما تتخيلي في دقيقه باستخدام الذكاء الاصطناعي. في دقيقه هو عارف انا مش بتكلم عن تصميم الباوربوينت، المحتوى نفسه اللي انا رايح اقدمه. انا كنت بدي محاضره في مكان ما بره مصر، وبعدين بعت لهم الكتيب او المانيوال او الكتاب بتاع البرنامج اللي احنا هنشتغله بكره. فانا بشكل مسبق بعت للدارسين، فالدارسين بصوا في المحتوى فلقوه سهل، فكلموني وانا رايح الصبح قالوا لو انت هتتكلم في الموضوع ده لا خلاص ما تتكلمش، لا الموضوع سهل وخلاص واحنا عرفناه، اتكلم في موضوع تاني، عايزين الموضوع الفلاني. انا مش مجهز اي حاجه، ده انا رايح. انما الاي اي طبعا على طول انا اقدر، هو المساعد الشخصي بالنسبه لي. أيوة. صح ولا لا؟ صح. هو مش بس جمع لي محتوى، هو جمع لي محتوى ونسقه وعارف انا اقدر ادي ايه، عارف انا فلان الفلاني اقدر اشتغل ايه وما اقدرش اشتغل ايه بشكل كامل، وعارف الدارسين اللي انا رايح لهم. مفيش اعظم من كده. احنا بنتكلم عن فكره الاستنساخ. لو انا كشخص، وانا لسه كنت بكلم من شويه عن فكره الباسيف انكم، او انا كشخص في النهايه انا وقتي وجهدي محدود، صح ولا لا؟ فبالتالي دخلي في النهايه خلاص بقى محدود. يساعدك. انما انا اقدر اعمل استنساخ، اقدر اعمل من نفسي نسخ كتير تشتغل في صناعه المحتوى في السوشيال ميديا. انا طبعا بتكلم عن انا كراجل بشتغل في مجال التدريب والتعليم. انما طبعا في بقيه الوظائف طبعا الذكاء الاصطناعي دخل بشكل غير طبيعي واقدر اكسب منه بشكل رائع. النهارده في، معلش انا اسف على الاسترسال، النهارده بقى في اللي احنا بنسميه مواقع المصغره او مواقع الخدمات المصغره. انا زي خمسات وحاجات من هذا القبيل، انا اقدر اتعلم بعض المهارات. انا لسه كنت مش بتكلم عن موضوع الباوربوينت او صناعه الحقائب، حاجات كتيره جدا جدا جدا، واقدر اقدم، يكون لي حساب على المواقع دي واقدر ابيع خدماتي. والموضوع اسهل مما تتخيل. اسهل. النهارده الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدني في الترجمه، يقدر يساعدني في حاجات كتيره جدا جدا، اقدر احلل حتى واعمل استشارات للمنشآت. انا ما فهمتش بقى مواقع الخمسات ده يعني ايه؟ هي مواقع اسمها مواقع الخدمات المصغره. انا شخصيا بشكل يومي بحتاجها، بحتاج حد ممكن يعمل لي ويب سايت، حد يقدر يعمل لي مبرمج، حد ترجمه، عايز حد فويس اوفر مثلا، حاجات من هذا القبيل. فالمواقع دي بدات تقدر تساعدني. انا شخصيا بعمل فيديوهات دلوقتي وانا مش موجود وانا مش بصور الفيديو، انا بس صورت مره والناس بتكمل بعد كده، او الاي اي خلاص عرف انا مين
فانا موجود في الفيديو، وتقريبا انا مش انا اللي بتكلم، ده الذكاء الاصطناعي. يعني انا اقدر يكون عندي انتاج غزير، انتج فيديو يوميا، وده اللي بيحصل. يعني اقدر احقق ارباح من خلال الامر ده. وطبعا اشكال كتيره يمكن كلام عنها وشرحها يطول. ايه بقى الوظائف اللي ممكن تروح خالص بسبب الذكاء الاصطناعي؟ والله كتير. احنا مش هتروح، ده بدأنا بالفعل، بدأنا نستغنى عن ناس كتير. انا بتكلم عن مجال السوشيال ميديا. الناس اللي شغاله في مجال السوشيال ميديا مثلا، عارف ان انا محتاج يكون معايا فريق، حد بيقوم بالتحليل، حد بيكون كونتنت كريتور مثلا، حد يعمل التصميمات، حد يكون بيدير الصفحات. الذكاء الاصطناعي بيعمل كل الحاجات دي، وبيعملها بكفاءة اعلى من البشر. يعني انا اقدر بسهولة استغنى عن البشر. بس هل معنى كده ان الذكاء الاصطناعي هيحل محل البشر تماما؟ يعني هو جاي يقعد الناس في بيوتها؟ اطلاقا. بالعكس، الذكاء الاصطناعي جاي يساعد الناس، وجاي ينمي قدراتها، وجاي يطورهم بشكل كبير جدا. هي دي الفكرة. فلو انا مش هقدر اواكب الكلام ده، مش هقدر اتطور بالتوازي، هتبقى مشكله كبيره كبيره كبيره. علشان كده انا اعتقد ان واحنا في عصر الذكاء الاصطناعي، في ناس بدات والموضوع عمل لهم طفره ماليه بمنتهى الصدق. الموضوع الاي اي عمل لهم طفره ماليه، بقى الموضوع سهل جدا. انا النهارده اقدر اعمل حقائب تدريبيه غزيره، اقدر الف كتب كمان، كل ده باستخدام الذكاء الاصطناعي ومساعدته. اقدر اعمل، لسه كنت بتكلم عن محتوى وحاجات من هذا القبيل. انا بس بتكلم عن تخصصي انا، انما في كل التخصصات التانية لا، الذكاء الاصطناعي يعني بشكل كبير ساعدهم. انما على الناحيه الثانيه طبعا لا، اكيد هو هياخد اماكن ناس ثانيه. اكيد. بالظبط. ودايما احنا بنقول لن ينمو دخلك الا بنمو ذاتك. لن ينمو دخلك الا بنمو ذاتك. صح. بشكر حضرتك جدا، ربنا يخليك. شكرا ليك. انا سعيد جدا. الله يخليك. اهلا وسهلا. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. يعني ايه ذكاء مالي؟ يعني عايزين برضو نشرحه كده ايه للمشاهدين. طبعا انا في البدايه بشكر حضرتك وبشكر البرنامج على الدعوه الكريمه دي. اهلا وسهلا. وانا طبعا ليا كل الشرف طبعا، وسعيد جدا ان انا اكون مع حضرتك يعني. اهلا، نورتنا. الله يبارك في حضرتك. الله يخليك. بصي، لو قسموا كل اموال العالم بالتساوي ما بين الفقراء والاغنياء، ما بين كل الناس، بعد فتره من الزمن الاغنياء هيرجعوا اغنياء والفقراء هيرجعوا فقراء. ليه بقى؟ لانها عقليه. دي عقليه. صح ولا لا؟ عقليه. صح. عقليه الذكاء المالي اللي احنا هنتكلم عنه. لو حضرتك سيدنا عثمان بن عفان او سيدنا عبد الرحمن بن عوف، لما طبعا فقد ماله كله ساعه الهجره بالكامل، وراح في مكان لا يعرف فيه اي حد ولا اي حاجه. صح. والرسول صلى الله عليه وسلم اخى ما بين الانصار والمهاجرين. وطبعا كان في الصحابي الجليل اللي عرض عليه نصف ماله، لكنه رفض وقال له ايه؟ قال له دلني على السوق. يعني شوفي قد ايه هو فقد كل حاجه، الا انه ما فقدش عقليته، ما فقدش عقليه الذكاء المالي اللي هو متاكد ان هو يقدر يبدا من الصفر ويبدا تاني ويستعيد امواله مره اخرى. فهي دي الفكره، هي عقليه. لو جينا اتكلمنا عن الذكاء المالي، فكره ان انا اقدر ادير اموالي باحترافيه او ادير اموالي بفاعليه. يعني باختصار، الذكاء المالي ازاي اقدر اكسب فلوس، وازاي اقدر احافظ على الفلوس، وازاي اقدر انمي الفلوس. دايما الفقراء بيفكروا ازاي يصرفوا الفلوس. تمام؟ يعني لو اي واحد فقير نزلت عليه ثروه هيفضل فقير، بس هو يعني بشكل مؤقت بقى معاه شويه فلوس هيضيعها. انما الغني حتى لو فقد فلوسه بالكامل، بعد قليل او بعد يعني شويه من الزمن هيقدر يستعيد الفلوس بتاعته تاني، لان هو برضو ما فقدش العقليه بتاعته. فهي دي فكره الايه، الذكاء المالي او فكره الذكاء المالي. الفقراء، حضرتك كنت بتقولي الفقراء لا يمتلكوا عقليه الذكاء المالي وعندهم مشكله في الناحيه دي، فعلشان كده بيفضلوا فقراء. ودايما احنا بنقول لو انت اتولدت فقير فده مش ذنبك بكل تاكيد، انما لو فضلت فقير فهو ده ذنبك. ده ذنبك. طيب ليه بقى؟ يعني ايه علامات الشخص اللي ما عندوش الذكاء المالي ده؟ علامات الشخص اللي ما عندوش الذكاء المالي، اول حاجه دايما بيعتمد على مصدر دخل واحد. بس هو مصدر دخل واحد، مفيش تاني. يا سلام بقى لو كان مصدر دخل ده الوظيفه، طبعا كارثه كبيره. حضرتك احنا في التضخم اللي احنا فيه ده دلوقتي، زي ما حضرتك زي ما كل الناس شايفه، الطبقه الوسطى تاكلت وفقدت كل مكتسباتها. ليه؟ الاسعار زادت بشكل فظيع جدا،
وهم يمكن ايه المرتبات بتاعتهم او الدخول بتاعتهم زادت بنسبه بسيطه جدا، لان هو بيعتمد على مصدر واحد للدخل، تحديدا الوظيفه. روبرت كيوساكي في كتاب رباعيه التدفق النقدي قسم العالم من حيث الحصول على الدخل الى 4 اقسام. قسمين منهم قال ان هو بيحصل على المال عن طريق حاجه اسمها اكتيف انكم. اولهم الموظفين، اللي هو لازم يكون موجود في مكان العمل عشان يكسب المال. 90% من او 95% من الموظفين بينتهي بيهم الحال في الوظيفه ما بين مفلسين او معدمين او مديونين.